لطالما كنا في الدين، خلوني آخذكم في اتجاه القطاع المصرفي في دولة الكويت، وهو قطاع حيوي مهم تم بناءه جنبا إلى جنب بناء الدولة في مطلع الخمسينيات، وأثبت صراحة يعني جدارته القطاع المصرفي في الكويت على مر العصور، من أزمات مالية، من أزمات مالية عالمية عصفت في بعض البنوك، لكن بقي القطاع المصرفي في الكويت قطاعا ملهما وقطاعا متطور وقطاع تعول عليه الدولة والحكومة في رسم بعض السياسات الاقتصادية. عندي ملاحظات للقطاع المصرفي بالكويت. طبعا القطاع المصرفي في الكويت يضع على عاتقه، هو يتحمل في ميزانياته وأرباحه تخصيص مبالغ للجانب الاجتماعي والجانب التنموي وكذلك الجانب الإنساني، وهذه أمور تحسب للقطاع المصرفي في دولة الكويت، وينظمها طبعا البنك المركزي في دولة الكويت، وهو يعني البنك المركزي الكويتي. لكن هناك ملاحظات، كما لهذا القطاع مساهمات جبارة، القطاع المصرفي له مساهمات جبارة في المجتمع الكويتي، من تبني أبطال، من تكريم الرياضيين والفنانين والأدباء والمثقفين، وكذلك احتضانه للعنصر الكويتي الشاب. كثير من الشباب والشابات الكويتيين عندما انخرطوا في العمل في القطاع المصرفي الكويتي وصلوا إلى العالمية، إلى القطاع المصرفي العالمي. هناك خبرات كويتية تكونت في القطاع المصرفي وقطاع البنوك في الكويت. لي بعض الملاحظات إن شاء الله تتسع صدوركم لها. أرى في بعض البنوك اللي تزدحم بالناس افتقارها إلى بعض الخدمات البسيطة، مثل غرف الانتظار التي تليق في البنوك في القطاع المصرفي. كذلك في التعامل من خلال الأونلاين، يعني المواطن الكويتي ما زال يحبو إلى عصرية الدولة في الجانب الإلكتروني، وهذا شيء جيد. وجائحة كورونا مؤخرا أعطتنا فرصة، وأثبت العنصر الكويتي كفاءته في تحويل كثير من الخدمات إلى الخدمات المباشرة عن طريق الهواتف الذكية والشبكات العنكبوتية. البنوك ما زالت، بعض البنوك في الكويت ما زالت تفتقر إلى هذا العنصر. غرف الانتظار مثل ما قلت لكم، مساهمتها بأن يكون يعني الزينة حول البنك، يعني مدخل البنك، المواقف المحاذية له، ما زلنا نفتقر، يعني يفتقر القطاع المصرفي لهذا النوع من الخدمات، قد لا تكون مطلوبة منا بشكل مباشر وأساسي، لكنها شيء من الوجه الحضاري للقطاع المصرفي في دولة الكويت. يحسب للقطاع المصرفي في دولة الكويت تبنيه لبعثات مؤخرا، وكذلك مبادراته في استقطاب الشباب لتنفيذ مشاريع صغيرة وكبيرة داخل وخارج الكويت تختص في القطاع الإلكتروني في التطبيقات وغيرها. نملك قطاع مصرفي هائل في الكويت لا غبار عليه، بشهادة كبار المختصين في العالم، وكلها يعني تقع تحت مسؤولية البنك المركزي، وهي الرسالة ذات الاتجاه الواحد للقائمين على البنك المركزي في دولة الكويت، وهو بنك حكومي مستقل، يعتبر محافظ البنك هو الحاكم المالي للقطاع المصرفي في دولة الكويت. نتمنى، يعني أنا أتمنى من الإخوان القائمين على البنك المركزي في دولة الكويت إعادة ترتيب ما فرض علينا كمجتمع كويتي قبل 20 سنة في موضوع النسب والقروض وتمويل السيارات والاعتراف في بعض الشركات. هناك يعني فئة كبيرة من المواطنين يتطلعون لإعادة النظر في هذه اللوائح
أن تحتوي على أكثر مرونة، لأن المواطن الكويتي وإن زاد دخله زادت معاه التزاماته، فيحتاج إلى بعض يعني يحتاج إلى إعادة النظر في بعض اللوائح، لأن البنوك لا تمانع في أن تسهل أمور الناس، لكن البنك المركزي يضع بعض الضوابط يجب مراجعتها بين فترة وفترة، ولكن بنك مشهود له بالكفاءة، وبنك استطاع من خلال ما يقدمه من قوانين وتشريعات حكومية وبرلمانية أن ينهض بالقطاع المصرفي الكويتي وليصبح يعني في مصاف الدول متقدمة. هذا اتجاه مالي. بعد اتجاه الديون أروح للاتجاه الثالث.